لو رحت تستلمي مسكن الحضانة وجيتي لقيتي مسكن الحضانة اللي انت بتستلميه ده متكسر، او المنقولات اللي جواه متكسرة، او البلاط اللي جواه متكسر، تتصرفي ازاي؟ مشكلة كبيرة جدا بتواجه السيدات اللي بياخدوا قرار تمكين من مسكن الحضانة، بيتفاجئوا ان الشقة او المسكن اللي هم هيقعدوا فيه ده البلاط بتاعه متكسر او اتلاف لاي شيء من العين اللي المفروض فيه تمكين عليها. في الحالة دي حضرتك هتعملي او هتثبتي في محضر الاستلام ان فيه تلفيات، وتقدري ان انت تعملي محضر اثبات حالة وتقدري تطلبي النجدة. وفي كل الاحوال انت تقدري ترفعي جنحة اتلاف على الزوج او طليقك في حالة ان هو كسر الشقة او كسر محتويات الشقة. وطبعا يعني انا حابب اقول ان المكان ده هيسكن فيه ولادك، فما فيش داعي ان تدخل ولادك في صراع لمجرد ان في خلاف بينك وبين طليقتك. فطبعا في الحالة دي الزوج ممكن يتحبس ويوصل للحبس لمدة 3 سنين. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.